هذه على اليسار هنا مقبرة المسلمين، وهنا الكفار، وهنا المسلمين في مدينة كارديف بريطانيا. هؤلاء إخواننا وآبائنا المسلمين رحمة الله تغشاهم. وما كما ترون إن التوجيهات في السبعينات كانوا موجهين كده، لأن كان آباءنا الأوائل يفتكروا إن القبلة شرق، وفي أواخر السبعينات جاءت البوصرة هذه وعرفوا إن التوجيه ثاني. شوف التوجيهات ثاني، القبلة كان غير معروفة إلى أواخر السبعينات. شوف كيف هم موجهين، وشوف هذولاك كيف هنا، وهذولا كيف هم. هذول الأوائل 1988، هذا 88 توفى إلى الثمانينات، وهن لا زالوا يقبروا كذا، ما عاد اختلفت إلا أخيرا. تعال يا عمر فلت. يلا لا تمسك. رحمة الله تغشاهم جميعا. اللهم ارحمهم. وصلنا عند قبر والدي رحمة الله تغشوه، وهنا قبر والدي. رجع. هذا قبر والدي هنا. الله يرحمه، ضريح والدي الشيخ الحاج محمد مطهر عبد الله. وهذا ولا من اخواننا المسلمين. هناك الشيخ سعيد. الجدير بالذكر إن الاعتناء بمقابر المسلمين وكل مقابر بني البشر واجب، ولا نرى إلا في بلدنا نحن المسلمين، وخاصة في اليمن يبنون على المقابر ويهدمون المقابر. عندنا في الغدير بنيت المدرسة على مقبرة، ويعلم الله كيف بيكون خريجين هذه المدرسة. وإلى الآن يقال إن المقابر الذي جنب المدرسة مفتوحين للناظرين، وعظامهم مقادل بهم مشنتحين بكل محل. الله يرحمهم. نتمنى من ذوي الجهات المختصة أن يهتموا بالمقابر لولا آباءنا. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.